حرس الجناء هيوصل حالا. مين اللي بلغ عن الحادثه؟ البواب. مفيش حد تاني من الجيران او اهل البيت شاف او سمع اي حاجه؟ نقيب عاطف سأل الامن والبوابين بتوع العمارات والفلل اللي جنبينا، ما حد سمع او شاف اي حاجه. واهل البيت؟ ما كانش فيه غير ماجده رحمي صاحبه الفيلا وابنها منير، والاتنين اصيبوا والاسعاف خدتهم. طيب انده لنا البوابه يا حضره المقدم. تحت امرك يا سعاده الباشا. قول اسمك وسنك. استجاب خلف مستجاب، 45 سنه. اكتب: إنه في ساعته وتاريخه انتقلنا نحن وائل الصفتي وكيل النائب العام إلى العنوان المذكور. اكتب العنوان. والتقينا ببواب الفيلا. اكتب اسمه. وسألناه: احكي لنا ايه اللي انت شفته بالظبط من قبل ما تحصل الجريمة لحد ما بلغت عنها. دي كانت ليله نحس يا سعاده البيه. حكماني مانيش بعادة هم البوابة لأيها سبب. النهار ده الظهرية ضرب تلفون السعدية مديرة الفلة، اللي كلمها قال لها خبر يظهر انه ضايقها يا بيه، وكان لازم تسافر بلدها في اليوم. قامت هي ضربت تلفون لاستماجدة هانم واستأذنتها انها تسافر بسرعة. استماجدة هانم رجعت متأخرة عن ميعادها، وكان عماها الاستاذ منير افندي. قام هو طلع على طوالي وهي كانت متعصبة على الاخر. قامت نادمت علي وقالت لي سعدية سافرت من غير ما تجهز اي حاجة بالطلبات اللي كنت قايلها عليه، ولفتني ورقة مكتوب فيها طلبات كتير اروح اجيبها من السوبر ماركت ومن الحلواني. قمت تاني مشيت طوالي يا بيه. انت متعود تشتري طلبات؟ لا يا سعادة البيه، سعدية كل يوم الصبح بتجيب الطلبات بعد ما تاخد الأوامر من استماج دهان. ومين تاني بيشتغل في الفيلا غيرك انت وسعدية؟ عم سيد الطباخ يا بيه، كده بيجي الصبح يخلص شغله ويمشي قبل الظهر. حكي واصله بيشتغل في أكام ولا مؤاخذة. مفيش حد تاني؟ لا يا سعادة البيه، سعدية جايمة بالفيلا كلتها وبتبات هنا كمان. طيب ايه اللي حصل بعد ما رحت تشتري الطلبات؟ انا اصلي عوقت يا سعادة البيه، من يعني ما كنتش خابر في المشاوير دي قوي، لكن لما عوقت يا بيه لقيت عربية شاكر بيه واقفة في الجنينة. قربت من الباب لقيت سمنير بيه مرمي على السلم وما بينطقش. اتخرعت يا بيه وجريت على جوه اشوف استماج ده. لقيت شاكر بيه مرمي على الارض وغرقان في دمه. بقيتش عارف يا بيه هعمل ايه واسوي ايه، لكن لما سمعت صوت استماج ده هانم وهي بتتوجع جريت على التلفون وبلغت بوليس النجدة وقلت لهم يجيبوا الاسعاف وياه. المجني عليه شاكر النجار كان متعود يزور صاحبة الفيلا كتير؟ لا يا سعادة البيه، دي تاني مرة اشوفها عينيه بعد ما شفتها في حفلة العيد الميلاد وهو داخل بعربيته. ليلتها يا بيه كان أول مرة أعرف اسمه لما قالت لي استماج ده هانم بقسيب باب الفيلا مفتوح لاجل لما يجي شاكر به يخش طوال. وفين جوز الست مجد؟ سي جميل بيه سايب الفيلا بقاله كام شهر يا بيه. ليه؟ مسافر؟ الله أعلم سعادة البيه، حكماني ما بدخلش في الخصوصيات دي، لكن تقدر تقول كده ان في حزازات لا مؤاخذه بينها وبين استماج ده هانم يا بيه. طيب يا مستجاب، انت هتفضل قاعد على باب الفيلا زي ما انت، وبكره الصبح تفوت عليا في النيابه لاني هحتاجك تاني. تحت امرك يا سعاده الباشا. اكتب عندك: واقفل المحضر في ساعتي وتاريخي على ذلك، على ان يستأنف التحقيق باكر في سرايا النيابه. تكون عند
حاضر. من فضلك واحد قهوة مظبوط على مكتبي، بس بسرعة لو سمحت. اتفضلي يا دكتورة. وائل بيه وكيل النيابة كان عايز يتكلم معاكي شوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يا ريت حضرتك تساعدني بسرعة الإجراءات علشان نقدر ننقل منير المصحة اللي بيتعالج فيها، لأن هو ده المكان الوحيد اللي نقدر نسيطر فيه على حالة منير. احنا كنا عايزين ناخد أقوال. بصراحة يا فندم دلوقتي صعب جدا. أنا بعالج منير من فترة طويلة وأنا خطيبته في نفس الوقت، ولو ما نقلناش منير في الفترة دي ممكن تحصل نكسات ما نعرفش نعالجها بعد كده. طيب، عايز افهم بالظبط ايه طبيعة حالته وكان بيتعالج من ايه قبل كده. أنا هقول لحضرتك واشرح لك ليه أنا شايفة إن أخذ أقوال منير واستجوابهم مش هينفع دلوقتي. مفيش غيره يا سعاده البيه. جميل المنشاوي هو الوحيد اللي له مصلحه في انه يخلص من المرحوم ومن الست ماجده كمان، ده لانه كان رافض تماما التعاون اللي بيتم ما بينها وما بينه. بدنا من كده يا فندم انا ما بتهمش حد غيره، ده تعبان وممكن يحرض اي حد على انه يرتكب الجنايه الفظيعه دي. يا فندم ده قلبه اسود وما يعرفش ربنا. ويا ترى ايه اللي تعرفه عن الخلاف اللي كان بينه وبين ماجده هانم؟ مظبوط يا فندم، كان في خلافات كبيرة قوي بين ماجدة وجميل، وماجدة كانت طالبة الطلاق ومصرة عليه. طب ايه طبيعة العلاقة بين ماجدة وشاكر النجار؟ علاقة شغل يا فندم، تعاملات تجارية في السوق، وشاكر كان المفروض انه بينهي اجراءات شراء الشركة اللي بتملكها ماجدة وكان بيديرها جميل. طبيعي. طيب، بصفتك بنت عم المجني عليها وبتشتغلي معاها، يعني تقريبا اقرب واحدة ليها، انا عايز اعرف بالظبط اسباب الخلاف اللي كان بينها وبين جوزها جميل المنشاوي. حكاية طويلة قوي يا فندم، بقالها اكتر من 20 سنة، بس انا هقول لحضرتك اسباب خلافاتهم الحقيقية. مظبوط يا فندم، انا اخر واحد تقريبا قابلت ماجده هانم قبل ما تمشي من الشركه. طب ما لاحظتش انها كانت مش طبيعية او ما اتكلمتش معاك فيما يخص جميل جوزها او شاكر النجار؟ لو تسمح لي سعادتك الفت نظرك ان انا كنت واحد من المقربين جدا لماجده هانم، كانت دايما بتاخد رايي في اي قرار ناويه تتخذه. اما بالنسبه لجميل بيه فانا سمعتها في الايام الاخيره انه ناوي ينهي كل الخلافات اللي بينهم باي شكل ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه، خصوصا انهم كانوا بيجهزوا للاحتفال بجواز ابنهم. وفي اخر يوم عرفت من كلام ماجده هانم ان الخلافات اللي بينهم هتنتهي قريب قوي. طب ليه كانت عايزة تبيع الشركة اللي بيديرها جوزها لشاكر النجار؟ لا، ده كان مجرد مشروع وما اعتقدش انها كانت هتنفذه، لان ماجده هانم بتحب ممتلكاتها جدا وصعب قوي انها تبيع منها اي شيء حتى ولو كان بسيط، فما بال سعادتك بشركه كبيره زي دي. امال تفسر بايه زيارة شاكر النجار ليها في الفيلا؟ في الحقيقه المرحوم شاكر النجار كان عايز ياخد الشركه باي شكل، واظن الزياره في اليوم ده عشان يقنعها انها توقع على عقود البيع، خصوصا بعد ما عرف انها متردده في البيع في الايام الاخيره. وحضرتك كنت فين وقتها؟ كنت في شرم الشيخ يا فندم، اديلي يومين. كان معروض عليا كده كام شاليه للبيع، عجبني شاليه منهم، اشتريته لابني منير، يعني اعتبرته هديه جوازه، وده يا فندم العقد، تقدر سعادتك تطلع عليه. اتفضل. طب تفسر بايه اتهام طاهر الأصابجي سكرتير المجني عليه واتهام السيدة جيهان عبد الرحمن ليك بانك اللي ورا ارتكاب الجريمة دي؟ يا فندم انا الخلافات اللي بيني وبين المرحوم شاكر طول عمرها خلافات في المبادئ. الحقيقة انا رافض اسلوبه وتعاملاته في السوق، ورافض كمان اي تعاون بين شركاتي وشركة مدام ماجدة معاه، لكن هو الحقيقة كان مستميت للتعاون معانا. ساعتك طبعا شركاتنا طول عمرها سمعتها يعني زي الفل بيرفكت يعني. اما بالنسبة لمدام جيهان فاحب اقول لسعادتك يعني انها كانت جزء من اسباب الخلاف بيني وبين مراتي، يعني كانت دايما تحرضها وتتدخل في شؤوننا بشكل ما بيعجبنيش، وانا بصراحة كنت ناوي ان اي كلام بيني وبين مراتي عشان نزيل هذا الخلاف ما تعرفوش مدام جيهان، خوفا يعني من تأثير رأيها عليها
لان مدام جيهان يا فندم طول عمرها ضدي ورفضاني. يعني انت اتكلمت مع مراتك فعلا عشان تحلوا الخلافات اللي بينكم؟ الحقيقه كنا في سبيلنا لحل هذه الخلافات من غير ما حد يعرف، وده يا فندم انا بعمله مخصوص عشان خاطر ابن منير. معنى كده ان كلام مدام جيهان كله والخاص بالخلافات اللي بينكم اسمح لي اقاطع سعادتك بعد اذن حضرتك، في نقطه لازم اوضحها. مدام جيهان مطلقه من زمان، لانها بنت عم مراتي ومتربيين مع بعض، فانا دايما كنت احس كده انهم يعني زي بعض بالظبط. يا فندم مدام جيهان طول عمرها بتحوم ان انا اطلق مراتي، مش عارف ليه ولا ايه الاسباب، انا اسف. وبعدين يا فندم صدقني انا علاقتي بمراتي علاقه وثيقه وانا متمسك بيها جدا. مدام جيهان مش عايزه تشوف مراتي مستقره ابدا في حياتها. محدش بيتهمك بحاجه، اقعد اقعد. يا سعادة البيه، أنا كيف ما قلت لحضرتك أنا غفير على البواب وخلاص، وشغلتي علمتني إني ما اتدخلش ولا حاولش أعرف أياتها حاجة من اللي بيحصل في قلب الفيلا واصل. طيب يا مستجاب، ما لاحظتش اي حاجه غريبه وانت راجع الفيلا امبارح بعد ما اشتريت الطلبات؟ يعني إيه لا مؤاخذة يا سعادة الباشا؟ يعني حد بيجري، حد بيخرج من الفيلا؟ لا ما شفتش، غير عربية كانت قريبة من باب الفيلا ولمحتها كده زي اللي تكون كانت لسه بتتحرك قبلاني ما اخش الفيلا. ايه وبعدين فرت بسرعة يا بيه. اقعد اقعد. اوصف لي العربيه دي. ها؟ يعني ماركتها ايه، لونها ايه، ويا ريت تكون لمحت نمرتها. يا سعادة البيه هل كنت معاود ما مديش اخوانا واصل، فما دققتش يعني في قلت العربية دي، لكن هي كانت عربية كبيرة يا بيه. طيب وماركتها؟ يا سعادة البيه حكماني لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب ولا بفهمش يعني في قلت الماركات دي، لكن هي كانت من الترمبلات العالية يا بيه. اكتب عندك: وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وأمرنا نحن وائل الصفتي وكيل النائب العام بإعادة فتح التحقيق بعد موافاتنا بتحريات المباحث كاملة. احنا شاكرين يا ربيع بيه لمجهودك ولسرعة استجابتك لطلبات النيابة، وأنا كنت واثق إن المقدم ربيع المصري مش هيكون صعب عليه أبدا حل لغز زي ده. بصراحة يا وائل بيه أنا الحظ خدمني أكتر من مرة في القضية دي، بظهور سميحة واعترافها باللي سمعته بين أخوها ومحروس، وتأكيدها لينا إن غريب هو اللي قتل شاكر، وظهور الأسطى عبد الله سواق التاكسي اللي جاب لنا تليفون محروس. بس ده ما ينفيش مجهودك أنت وزمايلك. ده مش هيجي حاجة في اللي سعادتك داخل عليه، لأني بعتبر إن القضية دي قضية الموسم، مش مجرد جريمة قتل راح فيها واحد ولا اتنين، دي كشفت لنا عن مجرم كان بيدمر شباب البلد وبيحاول يخرب اقتصادها. عشان كده سعادتك هتتعب معاه قوي لغاية ما توصل للي انت عايزه. أنا فعلا محتاج أتفرغ تماما لجميل المنشاوي، ده محتاج لجيش من النيابة يحقق معاه، مش وكيل نيابة واحد. ربنا معاك يا وائل بيه، يعني أتوقع مفاجآت كبيرة وجديدة في القضية دي. استأذن أنا بقى وأسيب سعادتك، وعلى فكرة كلام داليا ومجدي مهم قوي وهيوفر عليك وقت كبير. مع السلامة يا ربيع. السلام عليكم. السلام.